التشكيل بتاعنا من وجهه نظرنا. تمام. خلاص. محمد صبحي قدامه 2 صلاح مصدق ومحمد اسماعيل. تمام. 2 بيلعبوا كوره ودفاعيين اقوياء جدا. موضوع حسام عبد المجيد، انا بشوف ان حسام عبد المجيد مدافع ضعيف جدا بيعمل كوارث. الونش مش في احسن حالاته. عظيم طبعا الونش بس مش احسن حالاته، فدول اعلى من الاثنين فيلعبوا. تمام. ما عنديش حد تاني غير عمر جابر، ومش هينفع يجرب المدافع الباك رايت اللي جاي جديد الافريقي. ايوه. مش هينفع يجربه في ماتش زي ده. نص الملعب دونجا. لا الاول على الشمال هيلعب بنتايج مش فتوح. الماتش ده مش بتاع فتوح. لانه بيدافع قوي. هلعب قدام في نص الملعب رقم 6 دونجا. تمام. قدامه ناصر ماهر المفروض 8. عبد الله السعيد يلعب 10. ريحه عشان خاطر يعرف يشغل لي الهجوم. ايوه. عدي الدباغ محتاج حد زي عبد الله السعيد يلعب تحتيه. على اليمين شيكو بنزا. اعتقد ان ده هيبقى ماتشه، اعتقد ان شاء الله. تمام. على اليمين على الشمال شيكو بنزا. على اليمين اخوان الفينا. في النص عدي الدباغ. ان شاء الله عدي الدباغ هيعمل حاجه الماتش ده. قول لي بقى تشكيلتك ايه؟ الاهلي هيقفل الملعب في الاول الشوط الاولاني. هيخش الزمالك لو هيكسب الشوط الاولاني. ماشي. هو الزمالك بيقدم الشوط الاول حلو. فاحنا هنقفل الملعب. هيلعب شناوي طبعا وشوبير ومحمد هاني وياسر ابراهيم وياسين مرعي وكوكا. هيلعب بقى 3 هاف ديفنس. هيلعب بمروان وهيلعب بأليو ديانج وهيلعب بمحمد علي بن رمضان قدامهم شويه. عشان يستحوذ على نص الملعب. بالظبط. هو ده اعتقد ممكن يعمل كده. وعلى اليمين حسين الشحات وقدامه وجريتشار في النص وعلى الشمال تريزيجيه. وبن شرقي؟ لا بن شرقي هيبقى بديل. هيبقى هو لاعب في الشوط الثاني. تبديله يعني. تبديله بالظبط كده. مجمل الماتش بقى انا شايف حاجه ان بعيد بقى عن اهلي وزمالك وكده. انا شايف ان لعيبه الاهلي كلاعيبه لو المشكله عندها ايوه عكس مشكله الزمالك. مشكله الزمالك عنده مدير فني سيء جدا. يعني الماتش يبقى ماشي حلو والزمالك مستحوذ ومسيطر وكسبان نتيجه، هو بيعمل تغييره يخلي الفريق فاشل في الملعب، لا قادر يدافع ولا قادر يهاجم. تظهر بقى الاخطاء الدفاعيه اللي ظهرت في الماتش بتاع الجونه واللي ظهرت قبل كده في ماتش وادي دجله، لما بيكرر نفس الخطا اللي هو يسحب رقم 6 ويرجع عبد الله السعيد يلعب ورا. دي لو حصلت في ماتش الاهلي على الرغم من المستوى ده برضو احنا هنرجع لذكريات الستار. ان شاء الله الماتش يبقى جميل من الجانبين ونتمنى توفيق الفريقين يعني والاحسن يكسب ان شاء الله. شفت بقى